عمرك شفتي واحده مستحمله كل ده وعاشت مبسوطه؟ هخش دلوقتي عليكي انت بقى. مشكلتك ان انت متربيه نفس التربيه، ان الست بتستحمل وان الست لازم تعيش. خدي موقف، مفيش حاجه اسمها الست بتستحمل. الست هي اللي بتقود العلاقه وهي اللي بتظبط وهي اللي بتعمل، لكن اوعي تيجي على كرامتك ولا نفسك ابدا. المشكله بقى هنا ايه؟ ان مش هي بقى بتستحمل وبتعمل، لا، ده بيبقى عندها تعلق رهيب بحجه ولادي، بحجه اصل ماليش مكان اروح فيه. انا بقى جايه لك اهو بقول لك من المستقبل، بقول لك اقفي النهارده وخدي قرار الله يكرمك. ممكن وقفه واحده تظبط حياتك دي كلها. رقم واحد، فك التعلق بيه نهائي. فانا دايما لما باجي ابدا مع اي حد في التغيير اقول لها هاتي ورقه وقلم الاول اكتبي لي عيوبه واكتبي مميزاته. لو عيوبه اكتر مميزاته خدي قرار حاسم. طب لو مميزاته حلوه وجميله وفيها حاجات كتير يستحق ان انت تقعدي 4 5 6 شهور تعطي فقط وتشتغلي على نفسك، اعملي كده. اشتغل على نفسي ازاي؟ اشتغل على نفسي بكورسات، بكتب، بفيديوز. بصي، بس قبل الكورسات والفيديوز لازم تكون علاقتك مع ربنا اقوى مما تتخيلي، لان ربنا هو اللي قادر يغيره. انسي انك تعرفي تغيري بعيد عن ربنا. علاج الراجل ده انك يكون عندك ذمه ماليه خاصه بيكي انت، انه يحس انك تقدري تعيشي من غيره.